من الصيدلية إلى البرلمان. قصة ريهام أبو الحسن التي تصدرت الترند. خلال الساعات الأخيرة تصدرت النائبة ريهام أبو الحسن عضو مجلس النواب قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائها اليمين الدستورية، ما جعل الجميع يتساءل: من هي هذه النائبة التي تجمع بين السياسة والخبرة العلمية؟ 10 معلومات عن ريهام أبو الحسن. تنتمي إلى القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن. فازت بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة الجيزة والصعيد. كان رقمها 91 في القائمة ممثلة عن المرأة. تعمل طبيبة صيدلانية وهي خريجة الجامعة الألمانية بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية. تعمل كصيدلانية إكلينيكية ومجتمعية. خبيرة في إدارة المخاطر واليقظة الدوائية بإحدى المؤسسات الطبية الكبرى. تعمل كخبيرة دوائية في مستشفى نسائم. تنحدر من قرية القلعة بمركز قفط في محافظة قنا. تنتمي إلى عائلة ذات تاريخ سياسي واجتماعي بارز. مشاركة المرأة في البرلمان. بلغت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان الجديد 26.8% بإجمالي 160 نائبة، موزعات بين 142 عبر القوائم، 4 عن النظام الفردي و14 بالتعيين، وهو ما يقترب من النسبة التاريخية في برلمان 2020. ورغم مشاركة 173 مرشحة في الانتخابات الفردية، فازت فقط 4 مرشحات، ما يعكس استمرار تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقبلية في هذا النوع من المنافسة. ريهام ليست مجرد نائبة، بل مثال على التوازن بين العلم والسياسة، من صيدلانية خبيرة في إدارة المخاطر الدوائية إلى عضوة مجلس النواب. أثبتت أن المرأة المصرية قادرة على شغل مواقع قيادية مؤثرة وتحويل صوتها إلى تغيير حقيقي في مجتمعها. حكايتها تعكس رحلة التحدي والطموح والإصرار على المشاركة في صناعة القرار السياسي وسط تحديات كبيرة تواجه المرأة في الساحة العامة.